لو انت حابب تتفرج على افلام مصريه فانت لازم تشوف الثلاث افلام دول. اول فيلم هكلمك عنه هو فيلم سيكو سيكو. الفيلم ده نزل سنه 2025 وبيحكي عن اتنين ولاد عم. الاتنين دول في ما بينهم خلاف من وهم صغيرين، ولكن بيعرفوا ان عمهم اتوفى وان هم ليهم ميراث، فبيروحوا وبيتقابلوا عشان يستلموا الميراث ده. ولكن من هنا بتبدا حياتهم تتغير 180 درجه لما بيعرفوا ايه هو الميراث والمفروض يعملوا ايه عشان يستلموه. ومن هنا نروح لتاني فيلم هكلمك عليه وهو فيلم مين يصدق. الفيلم ده بيحكي عن بنت اسمها نادين من عيله غنيه جدا، وعندها تقريبا كل حاجه هي عايزاها، بس ما عندهاش اهتمام من ابوها وامها. بتقابل شاب من طبقه متوسطه اسمه باسم وبتعجب بيه، ومن هنا بتبدا احداث كتير جدا تحصل معاهم في الفيلم. الفيلم فعليا تصنيفه رومانسي بس قصته حلوه جدا، وصدقني لو اتفرجت عليه هيعجبك جدا. واخر فيلم هكلمك عنه النهارده هو فيلم البحث عن منفذ للسيد رامبو. الفيلم ده من بطوله عصام عمر ونزل سنه 2024، وبيحكي عن حسن اللي عنده كلب وبيحبه جدا وهو تقريبا صاحبه الوحيد. فالاتنين مع بعض بيقعوا في مشكله، وبيضطر حسن ان هو يتحط في مواقف وياخد قرارات هو عمره ما كان هيعملها. وبكده انا قلت لك على الثلاث افلام بتوع النهارده. ما تنساش لو الحلقه عجبتك لايك شير سبسكرايب، ابعت الفيديو ده لاصحابك عشان هم كمان يتفرجوا على الافلام دي، وتابعني على قناه اليوتيوب عشان بنزل حلقات مختلفه خالص عن اللي بتنزل هنا. اشوفك الحلقه اللي جايه، سلام.